فتوح، والله فتوح ده مؤدب وما تفتيش. مستني هتديله كام؟ ده واحد ما بيلعبش ياخد 30 مليون يا جماعه في 30 مليون. طبعا عشان جده اسمه عباس المحترم بيتعامل مع المحترم. امير طلبه جالي هو والده، عمل العقد ومضى، اللي هو ماشي العقد سعر ده 15 مليون. مين بقى اللي قال له وبعدين ده انت كده بتدمر اوضه اللبس، ده انت عندك واحد قاعد بس انت بتشتم زيزو ليه؟ انت كنت عايز زيزو اول ما تاخد الكونفدراليه اللي انا عارف اتاخدت ازاي، تعالى يا زيزو جدد هيجدد، انما جاي وهو خلاص في الوقت الضايع. يعني انت لو هو ابنك، انت عندك ولاد؟ اه يا فندم. تمام. لو ابنك جاي له 100 مليون ليه هو، واحد بيقول لك خد له 30، انت هتعمل ايه؟ هعمل 100 مليون طبعا مصلحه ابني. طبعا بالفعل. طبعا هو ده طبيعي. انت النهارده زيزو لما كان في نادي عايز يشتريه كان هيدي الزمالك مثلا 3 مليون دولار، تمام، 4 مليون دولار مثلا يعني. تمام. وهيدي زيزو 2 مليون دولار.